جيت نشاق للمملكه غادي جمودم زيد تحت نتوافق في الجانب الغامسه دي جوي هاتينا وانت في نهار ديال المعرض ندوش نتفجعت ديك الكلاس الدوره سويس 10 يجي الجمعيه اللي خرج التعاون يا قناه الامانه انت وين الجائزه الشرف لصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن وحمل شويه تعاونيه ثاني اكيد السيد علي الطايع اجت بنقر النص اسنسنط من غيني والشعور نص انت امين تعاونيه الامانه انت في وين جائزه فمقرنت دي جيت نشا من غيني جوورنس. السلام عليكم. الجائزة إذا كنت ولي العهد الأمير مولاي الحسن من جائزة الجهة الشرقية تنزوارف وتشارف الجهة الشرقية كاملة والإقليم الدريوش وتفرسيت بالخصوص من جا كما المقر الاجتماعي التعاوني ولهذا قضية بيان جغرافي الجائزة كانت علامة الجودة والتمييز للعلم الجغرافي بيان الجغرافي وين شي 7000 هكتار على حسب نظام الإحصائيات 7000 هكتار يجب التعسير ولكن إن شاء الله بحول الله الإقليم الدريوش دايز 49900 هكتار بمعنى الإقليم الدريوش دايز 52% من أغراس الزيتون على الصعيد الجهوي ولهذا باقي الأقاليم المغنية يصنع حوالي 46% 48%. للحالة هذا الإقليم الدريوش نتكلم زوار الصعيد الجهوي هو العلامة بالتميز اللي بيان جغرافي قامت علامة الترميز معناه خصها ماشي كالإقليم الدريوش كامل خصها ننمو جمعيات المجتمع المدني ساكنة جماعات باش يجب التثمين المنتوجة اللي يوعى غزة لأجل التصدير لأنه يقال جنوب تفيد غامض الزيتون الزيادة الزيوت الزيادة أكثر زمين ديال غامض الرقة ولكن راح يتيروا التسويق ولكن العالم هذا يقول يعني ما أبعد تعاونية الأمانات تشارك في المعارض الوطنية الجهوية ثم تشارك ديال إسبانيا تشارك ديال الإمارات السويوة قال اسم الزيوت من إقليم الدريوش كامل لهذا نتمنى زي الجمعيات والمجتمع المدني الساكنة تيري أدوان غزة أديرين سجن التضامن والحمد لله جمعيات المجتمع المدني إقليم الدريوش دائما خدم سجن التحدي سجن التضامن سجن الحماس باش هاد السكان يجن